اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد وصباح الياسمين على عيونكم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. أنا كده كنت هنا راجعة من برا. الفيديو ده والله ما هتصدقوني من 3 أيام بالظبط. كنت راجعة من برا، كنت بكشف على بنتي عندها سنتين. كانت أخدت الدور اللي عندي زي ما أنا قايلة لكم، وتعبت جامد، كانت كل شوية تسخن والسخونية ما بتنزلش يعني. وبديها لبوس دولفين وبديها حاجات، السخونية تنزل يا دوبك ساعتين 3 وتطلع تاني وبتزيد أكتر بالليل. فالمهم بقى خدتها وكشفت عليها. جيت هنا اهو. جيت قبل الفطار بالظبط بساعة، ساعة وربع قبل الفطار. يعني الفطار كان عليه ساعة وربع، ومحتارة بقى اعمل ايه. كنت شارية معايا شوية حاجات، واشتريت معايا هنا فرخة 2 كيلو، الفراخ ب110. هنا قلت انضف الفرخة كويس قوي. ما تنسونيش حبايبي في الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ولايكات وكومنتات حلوة كده عشان تشجعني وتقولولي انتوا بتتابعوني من انهي بلد. وهنا وتفعلوا الجرس يا حبايبي عشان يوصلكم مني كل جديد. هنا والله انا ما كنتش غيرت هدومي حتى، دخلت على طول من باب الشقة للمطبخ على طول. هنا غسلت الفرخة كويس قوي وبنقعها في ملح وليمون ودقيق وطماطم. حباية طماطم كده وتفركيها فيها كويس، بتشد الزفارة من الفراخ او السمك او البط، يعني حسب نوع الزفر اللي انت جايباه. هنا بتغسلي المقصات كويس قوي، وبتغسلي السكاكين والحوض كويس قوي. ما تنسونيش يا حبايب قلبي في دعوات منكم ولكم بالمثل. ربنا يصلح حالنا جميعا يا رب، ويريح قلوبنا ويريح بالنا. المهم يا جماعة، أنا جبت هنا اللهم صل على النبي حبيتين من الطماطم، بصلة متوسطة أو بصلتين، بصلة للفرخة وبصلة للطبيخ. البنات الصغيرة بالذات، يعني الأطفال لما بتتعب، احنا بنشيل الهم مكانهم كأننا احنا اللي تعبانين. بنتمنى ان احنا نتعب هم، لا والله العظيم بجد، لان تعبهم صعب، بيتعلقوا فينا وبيشبطوا فينا اكتر، عايزيننا نشيلهم. رايحين جايين ورانا طول اليوم، وبيعيطوا بقى وصريخ وعيط وتعب. فالمهم انا الفيديو ده بقاله 3 ايام معايا، والله انا ما عارفه انزله لان هي شبطانه فيا جامد وتعبانه جامد. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله ان هي بتعدي على خير. هنا هو قطعت حبيتين من الطماطم وحطيت حلة كده على النار علشان اعمل فيها البطاطس بطبيخ. انا بحب اعيش اليوم بتاعي معاكم، اليوم بيومه والله، ونفسي اصور لكم كل يوم. بس لما بيكون في اطفال صغيرة بيبقى صعب التصوير، صعب المونتاج. إيه، صعب يعني اليوم بيعدي بصعوبة جدا. على نعمة اليوم بيعدي كويسين وبسلام. هنا يعني قطعت قيمة طماطماية أو 2 للفرخة، وبصلاية كبيرة قطعتها كده جوانح أو جوليان، شرايح كده يعني. وهنا هوت بوريكم إن البصلة بتصفر معايا، وبنزل عليها بالطماطم، وبنزل بقى بالبهارات بتاعتك اللي انتي يعني ايه، أي بهارات انتي حباها أو عندك حطيها. لو مرقة دجاج عندك استكفي بمرقة دجاج وفلفل أسمر. هنا حطيت بهارات فراخ وملح وفلفل اسمر وكمون. هنا حطيت حلة على النار نزلت بالفراخ. الفراخ نقعتها، كنت نقعتها معايا ربع ساعة نص ساعة. انا طبيعي بحب يعني انا الفراخ معايا ساعة، ساعة ونص ده بالكتير. انما هنا علشان مستعجلة نقعتها ربع ساعة او تلت ساعة، وما كانش فيها اي زفرة والله، لان انا بنقعها كويس وبغسلها كويس جدا. دعوات بقى ليا من القلب ولكم بالمثل.
وما تنسوناش بقى يا حبايب قلبي في الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ولايكات لايكات كده حلوة منكم. هنا نزلت بحبة زيت في الحلة. هعمل بقى رز بشعرية. والله العظيم احنا هنا فاطرين بعد المغرب يمكن بساعة ولا ساعة ونص. عملنا سندوتشات من الحاجة اللي انا اشتريتها، الجبن الجبنة والحلاوة، كوبايتين شاي، وشربنا شوية عصير صغيرين كده، وقعدنا شوية. مع ان كانت الفراخ استوت وكل حاجة استوت، بس مكانش جايلي نفسي ناكل لان البنت كانت تعبانة جدا، والمشوار كنت انا طالعة من الظهر. رجعت قبل المغرب بساعة او ساعة وربع، فكنت مرهقة جدا. طبخت وكلت سندوتش كده بعد الفطار، بعد الأذان، وشوية عصير، ودخلت نمت كده ساعة أو ساعة ونص، وقمت بقى اتغديت. فطرنا. هنا يا حبايب قلبي بقولكم ان الشعرية هنا معايا اهي، بتاخد اللون الذهبي، ما تغمقش قوي معاكي عشان ما يبقاش يعني ايه شكلها وحش في الرز. وهنا بتشوحي الرز فيها كده شوية، وتنزلي عليه بشوية مية وملحك بقى وظبطيها. ظبطي الملح بتاعك حسب ما انتي بتحبي الملح. وهنا غطيت عليها، وكان الفراخ على النار اهي، كل شوية بقلبها وببص عليها، والطبيخ بردك كل شوية بقلبه وببص عليه. هنا يا بنات اللهم صل على النبي. هنا اهوت جبت كام حباية بطاطس وأقشرها وأقطعها مكعبات عشان الطبيخ. متنسوناش يا حبايب قلبي في الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ولايكات حلوة منكم كده، وكومنتات حلوة منكم عشان تشجعوني. انتوا زي ما انتوا عارفين ان انتم انا بعتبركم عيلتي التانية، وان شاء الله نكبر ببعض وانا بكبر بيكم، وانتم كالعادة على راسي من فوق. وجودكم ده شرف ليا، ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. والله يا جماعة ما كنت غيرت هدومي زي ما انتوا شايفين، دخلت على المطبخ على طول. جيت هنا. طبعا لما تكوني انتي مستعجلة في الطبيخ بتبقي ملبوخة جامد، تبقى مش عارفة تجيبي ايه تعملي ايه، بقى حطيت الحاجة فين. يعني في حاجات بحطها في مكان وبنساها. المهم هنا حطيت الخلاط ونزلت بالمية. المية لقيتها كتير شوية. جبت هنا كيس عصير، وعملت عصير كده المانجا الفروتي اللي هو عمان. وحطت بقى السكر بتاعك بقى على حسب الرغبة زي ما انت عايزة، سكر خفيف تقيل، بتحبها مسكر بزيادة زي ما انت عايزة. اهم حاجة يا بنات ما تنسونيش في الدعوة الحلوة منكم، دعوة كده من القلب ولكم بالمثل. وربنا يا رب يفرح كل العرايس، ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة. وهنا خلاص كنت غرفت. هنا بقى يا بنات بصور لكم بعد ما غرفت وخلاص هنفطر. معاك الشوربة هي سمينة وحلوة، ورز بشعرية والفراخ حمرتها. وهنا كنت بصب العصير في الكوبايتين بتوعنا. هنا بقولكوا خلاص، بصراحة خلاص ارهاق، مش بعد ما فيش بعد ارهاق. وهنا الجبنة اللي انا اشتريتها ب55 جنيه، والعلبة الحلاوة دي والله مش فاكرة بكام بصراحة. واشتريت هنا كيسين من الشعرية والفرم للبنت فيروز بنتي، والقرص دي بردك لفيروز بنتي، وازازة زيت، جبت ازازة زيت وكيس سكر. وهنا خلاص بقول لكم كده خلصت المواعين وشطبت المطبخ، كنست ومسحت وغسلت البوتاجاز وغسلت الرخام.
وهنا المواعين ديّة بتتصفى معايا، متنسونيش بقى يا حبايبي في الاشتراك وتفعيل الجرس ولايك وكومنتات حلوة منكم، مع